الولد لبس جزمة الجري الخارقة وطلع على جهاز الجري. أول ما بدأ يجري السرعة وصلت فوراً لأقصى حد للجهاز، وفي لحظة الجهاز نفسه اتفكك واتكسر من قوة السرعة. بعد كده الولد راح لحمام السباحة. أول ما نط في المية طلعت مروحتين من تحت الجزمة، وفي ثانية واحدة بس بقى الولد أسرع سباح في حمام السباحة كله. بعدها راح ملعب الكورة، ركل الكورة بالجزمة الخارقة ركلة سريعة جدا لدرجة إن المرمى نفسه اتكسر، وبعد كده وصل لمضمار ألعاب القوة قدامه حواجز ارتفاعها مترين. فجأة طلعت سوست كبيرة من تحت الجزمة، فالولد طار في الهواء مرة واحدة وقدر يكسر الرقم القياسي العالمي في الوثب العالي بسهولة. لما المدرس شاف الجزمة المرعبة دي زعق للولد جامد. الولد كان هيجري ويهرب، لكن المدرس مسكه بسرعة، بس الولد ضربه بلكمة واحدة وقعته على الأرض. وفي اللحظة دي وصل المدير ومعه أفراد الأمن. فجأة الجزمة فعلت صواريخ صغيرة والولد طار مباشرة في السماء، وقف على نسر وطلع أعلى وأعلى، وبعدها نزل بسرعة بلفة في الهواء وضرب الكل بكف واحد وقعهم على الأرض. وفجأة في الثانية اللي بعدها الولد صحي من الحلم. في الحقيقة عيلة الولد كانت فقيرة جدا، ما كانش يقدر يشتري جزمة رياضة، عشان كده زمايله في المدرسة كانوا دايما يضحكوا عليه، وحتى المدرس نفسه ما كانش بيحبه. في يوم في الفصل قلم المدرس وقع على الأرض. الولد التقط القلم بلطف ومسحه كويس عشان يرجعه للمدرس، لكن أول ما حاول يديهوله المدرس رفض ياخده. المدرس زعق فيه وقال له يسيب القلم على المكتب، وبعدها طلع منديل ولف القلم بعناية عشان القلم اتلمس بإيد الولد. ما كانش قدام الولد غير إنه يبتسم ابتسامة محرجة. وفي كل حصة ألعاب كان الولد بيتعاقب بالوقوف، بس لأنه ما عندوش جزمة رياضة. في الليلة دي حكى لأبوه اللي حصل، فأبوه راح لمكان الخردة ودور لحد ما لقى جزمة رياضة بيضا قديمة وكان ناوي يصلحها له. وفجأة التلفزيون اشتغل لوحده. الأب اتلهى بيه وما خدش باله إن السبب كان طبق فضائي لكائنات فضائية واقف وراه. كل اللي شافه كان كرة خضراء، فقرر يديها لابنه كهدية. لكن المفاجأة إن الكرة الخضراء دي كانت في الحقيقة جرو فضائي صغير، والجرو ده عنده قدرة خارقة يقدر يصلح أي حاجة. وساعتها الولد فهم إن اللي شافه في الحلم يمكن ما كانش مجرد حلم.